الأخ الرئيس، الكل يسأل الكويت ليش تراجعت؟ شنو سبب الأزمة بالكويت؟ ليش الكويت تأخرت؟ الأخ الرئيس، كل الكويت تفاءلت بعد خطاب صاحب السمو في تاريخ 22/6 خطاب تصحيح المسار، لكن الأزمة ما زالت مستمرة والتراجع على كل المؤسسات. تفاعل الشعب الكويتي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الكويت، وإيه هي مرحلة تصحيح المسار. كانت فرصة تاريخية لتطوير الحياة السياسية والنهوض بالكويت في كل المجالات، وتصير الكويت أفضل مما كانت. بعد كل هذا التفاؤل، المسار ما تصحح وردت المشكلة مرة ثانية. اليوم ما نملك طرف الوقت عشان نجامل أي طرف. يا رئيس الوزراء، لازم تتذكر دائما لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. 18 سنة من 2006، 4 رؤساء وزراء سابقين، شوف وين انتهى فيهم المطاف. يا رئيس الوزراء، انت تتمتع بشعبية كبيرة وعندك قبول كبير بالمجتمع، وانتصرت للإصلاح ووقفت ضد الفساد في 2011. احنا شفنا في مراحل سابقة غسيل أموال، قبيضة، إيداعات، صفقات أسلحة، تجاوز على الدستور، وشفنا في مراحل سابقة متهم فيها شيوخ وتجار، رئيس وزراء سابق، وزير دفاع سابق، وبعض القيادات الأمنية، وبعض القضاة، وبعض وكلاء الوزارات، وبعض النواب.